قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقيروان أصدر 2 بطاقات إيداع بالسجن. البطاقة الأولى هي في حق شقيق أسماء الفايدي المختفية منذ 10 أيام. المشتبه به هو طالب بكلية الهندسة من مواليد عام 2000. كما تم إصدار بطاقة إيداع ثانية، والتهم المنسوبة لهم هي تحويل وجهة شخص باستعمال العنف والتهديد والحيلة وحجز شخص دون إذن قانوني. المعطيات هذه كانت نشرتها إذاعة سبرة FM دون الإدلاء بأي تفاصيل على المؤشرات أو الأدلة اللي أفضت لإيقافهم. لغز اختفاء أسماء الفايدي التلميذة بنت 15 عام مازال إلى حد الآن دون حل. الحكاية بدات فجر الاثنين 11 أوت 2025 وقت اللي عائلة أسماء اكتشفوا حسب أقوالهم اختفائها وتعرض منزلهم للسرقة. وقتها أكدوا أنهم فما حتى سبب يخلي بنتهم تغادر الدار وما ترجعش، واعتبروا أنه اللي قاموا بعملية السرقة هما نفسهم اللي خطفوا أسماء اللي كانت راقدة في الصالة وحدها. بوها كان في السطح واخواتها في بيوتهم. كما كانت صديقتها أكدت لعائلتها أنها تواصلت معها الحدود ماضي 1.5 ساعة ليلا. الاختفاء اللي هكا كانت تحكيت عليه والدتها. نصف النهار نصف الليل 7 مشيت للبيت متاعي وخوها كان عدى في تونس وجا تاع ضرية صار وياه، قال لها أزمة أنا مش نمشي نرقد ماضي ساعة. قالت له قال لها أنت مش ترقدي؟ قالت له أنا مش نزيد شوي. تكونكتي وصاحبتها لأنا بنت المدير بتاع الليسي ماضي 1.5 ساعة وما فات لكم مع بعضهم. باب هذا مسكر، باب الحديد مسكر، باب البراني مسكر، وبنيتي لهنا هبطولي مدروج، بنتي هبطولها مدروج. هسوا التليفون اللي عندها هي والتليفون بتاع الأولاد خواتها راكدين بحذاهم، تليفوناتها مسؤول. هي تليفوناتي بحذايا حطيتهم تحت المخدة وخلت لي كنس ليك هنا بعد البرك لابسة الهرج أزرق ومريول أبيض ومكتوب من هنا بالأخضر. شقولي بنتي هسوالي من بعدين، بنيتي هسوالي من بعدين، بنيتي خطفوالي من بعدين. 9:30 تليفونها نطلب فيه، التليفون اللي عندها ل9:04 نطلب في التليفون ويسوني مرتين ويقص، يسوني مرتين ويقص. مشيت له قلت له مشيت له في المركز غادي قلت له راني التليفون يسوني عند بنتي 9:04، شوفوا لي حل، شوفوا لي التليفون هذا وين وطلعوا لي بنيتي وين. إذا ونبقى في متابعة لآخر تطورات اختفاء بنت منزل.